كنت لسه بتفرج دلوقتي على فيلم عندليب الدقي اصدار 2008، ولاحظت مشهد الصراحه عجبني وريح نفسيتي من جوه. مشهد لما كان في الاخر مسك الطفايه ورماها على علم اسرائيل. الفيلم ده كان في 2008. انا ملاحظ ان احنا من بعد 2011 ومفيش افلام بتدعم اللي انت تقدر تقول كلمه على اخواتنا اللي ما يتسموا، اللي هم ما يسموا ولاد العم. وبعد طبعا فيلم ولاد العم ومعانا فيلم الصعيدي في الجامعه الامريكيه وصحابي بيزنس، معانا لو عدت لك افلام كتير بتحس على المقاومه وبتتكلم ان احنا لازم وان دول اخواتنا وما ينفعش نسيبهم، وان احنا واحنا دلوقتي ما تلاقيش فيلم مثلا بيتكلم كده. يعني ما تلاقيش فيلم دلوقتي بيغلط في الكيان. اخر حاجه شفتها بتغلط في الكيان كانت 2016 مسلسل الذئب، وكان المفروض يتعمل منه جزء تاني على اللي احنا بنعلم على الكيان وخالتي بتسلم عليك، بس ما اتعملش. بيقول لك مصاريف انتاجيه. انت عايز تفهمني ان مصر من المصاريف اللي عندها دي كلها والدعم معالي المستشار ابو ناصر والناس دي كلها مش عارفه تعمل جزء تاني من مسلسل الذئب؟ لا خالص. هو الاول جت من فوق المسلسل ما يتعملش، لان المسلسل بيجرح فيهم، المسلسل اللي احنا بنجيب جون في ارضهم. فده ليه؟ انا عايز اعرف لحد دلوقتي مين المسؤول اللي احنا ما نطلعش فيلم بنراعي فيه شعور اهالينا. يعني مثلا يا عم بنذكرهم، نقول مثلا اخواتنا بتاع زي افلام زمان، بنفكر الناس بيهم. فبالتالي المسؤوليه دي مش عند شركه انتاج، المسؤوليه جايه من فوق.